البرنامج التالي ضد تصنيف R2 يترك الخيار لتقديرك، لأن بعض المشاهد قد تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال أو المشاهدين ذوي الإحساس المرهق. أنا متشكرة قوي إنكم جيتوا النهاردة. أنا لما عرفت عن حسام أكتر عرفت إنه أكتر حلم بيحلم وكان بيجمعه بيكم هو الحرية والكرامة. يمكن هو هنا عشان الحلم اللي كان بيجمعه بيكم. حسام بقيله أيام قليلة معانا، وأنا شفت إنه يستحق إننا نكون كلنا حواليه. بسرعة يا جماعة، معانا حالة طوارئ. الو. ايوه يا عم. ايوه يا خالد. حسام اتصاب والاسعاف خدته على المستشفى. ايه؟ دكتور، خير يا دكتور؟ احنا وقفنا نزيف، بس في جزء من الدماغ تضرر نتيجة الخبطة، فمضطرين ننتظر لحد ما نشوف الحالة هتوصل لفين. يعني هيفوق امتى؟ الله أعلم. الخبطة كانت شديدة وممكن تدخله في غيبوبة. ايه؟ ما تقلقش، حوالي 75% من الحالات الشبيهة تسترد وعيها خلال أسابيع وليلة. اسابيع؟ معنى كده ان الحالة خطيرة. ما أقدرش أحدد دلوقتي، بس عموما الغيبوبة دي شيء مش سهل. لو حصلت فممكن كمان تطول لشهور ولسنين، بس عموما احنا عمرنا ما نفقد الأمل. ممكن أول ما الحالة تستقر تلاقي المستشفى تانية أقل في التكاليف. لا يا دكتور، الحمد لله هو عنده تأمين ممكن يغطي التكاليف، وبعدين الحالة ممكن ما تطولش، مش كده؟ إن شاء الله. أكبر لغزين في الحياة هما قطعاً الموت والحب. كلاهما ضربة قدر، صاعقة لا تفسير لها خارج المكتوب. وحدهم الذين عادوا من الحب الكبير ناجين أو مدمرين، في إمكانهم أن يقصوا علينا عجائبها. تعالي كلي. والله العظيم جعانه، بس يا دوب اروح قبل ما الاستقبال يتملى. فاكراها النهارده ليله ما يعلم بيها الا ربنا. يا عيني على الرومانسيه. يعني لا هيتقال لنا ولا نقرا كمان؟ يا اختي الخطابه على الباب، بس انت قولي اه. معلش عاملة دايت. وبعدين انت بالذات متجوزه عن قصه حب مشعلله، وياما هريتينا زمان جواز الصالونات اخي. كان زمان وجبر، دلوقتي مقضينا شفتات، انا في المستشفى وهو على التاكسي. لا بقى في وقت الحب ولا حتى قاعده في صالون. معلش يا اختي، انا كده كده مش خسرانه حاجه، اديني قاعده في قرابي امي يعني. وبعدين اللي في الكتاب ده يا بلاش تحلط. ماشي يا اختي، يا دوب اغير واروح. سلام. سمسم. عشان خاطري منك خلقي لك شويه رومانسيه كده وانبسطي بالحياه، ماشي؟ بلاش نكد، انا عارفاكي. باي. ان شاء الله يوم السلام. كتر خيركم يا ابني، تعبينكم معانا. ما تقولش كده يا عم. حسام ده اخونا، ربنا يقدرنا ونرد جدعنته. هنستأذنكم يا عم، لأن غدا وعلاء جايين في الطريق. خدوا راحتكم يا ابني. اهدى يا سامي، ان شاء الله يوم السلام. بلاش اوهام بقى يا خالد. هو في كام حد بيفوق من الغيبوبة؟ على فكرة كان ممكن أي حد فينا يكون مكانه دلوقتي. حسام فدانا كلنا. على فكرة يا جماعة، حسام الناس متفاعلة معاه جدا على السوشيال ميديا وبيدعوا له. يا فرحتي، دعاء وبكا ورمزيه، الكلاب قتلوه يا جماعه. وطي صوتك يا ابني. يا ابني، الكلاب قتلوه.
ابوهم جوه يسمعوك. ايه يا جماعه صوتكم جايب اخر الطرقه. مفيش حاجه يا غدا، سامي متوتر وموترنا معاه. كلنا عارفين ان الطريق ده مش مفروش ورد، وحسام ما كانش مغفل ولا حد بيحركه. كفايه شعارات بقى، كفايه شعارات، كلها يومين اتنين بس والناس كلها هتنسى حسام واللي حصل لحسام، وكل واحد هيتلاقي في حاله. لا معلش بقى، انت مين قال لك ان تضحيه حسام راح يتهدر؟ لا طبعا، حمله التطهير الداخليه جابت نتيجه، ونتيجه كبيره قوي كمان. شوف بنفسك، قيادات كتير من الداخليه طارت ولسه. كل ده كلام فارغ. التفاوض مع المجلس العسكري والضغط الاعلامي والفيسبوك، كل ده مش هيجيب نتيجه. حق حسام لازم ناخده بدراعنا. اهدى يا سامي وفكر بالعقل. عقل؟ الثوره بتتخطف مننا، والناس في الشارع متسيطر عليها من المجلس العسكري بكلابه واعلامه. الثوره لازم يكون ليها انياب، وحقنا لازم ناخده بدراعنا. سامي، احنا في فرصه مش هتجيلنا مره تانية. مصر حصل فيها ثوره، مش هنضحي بالتهور والكلام الفاضي بتاعك ده. في ايه يا ابني مالك؟ المجلس العسكري يا جماعه طالبنا نشكل لجنه عشان نتفاوض معاه، بس عايزين نهدي الشارع الاول. وانت كمان لك عين تكلمهم يا معتز؟ هم اللي كلموني على فكره. لا والله كده هتفرق. يا جماعه اهدوا، مش كده. انا بصراحه شايف ان مفيش مانع نتواصل مع الكل، بس برضه الشارع ما ينفعش يهدى. في شهداء وناس جثث هترمت في الزباله. صدقوني هتندموا. المجلس لازم يشوف العين الحمراء، الرومانسيه الثوريه والمظاهرات مش هتجيب حق حسام. عن اذنكم. يا سامي يا ابني انت تسمع. يا عم استنى بقى. العيال الثورجية مهيجين البلد يا سمير بيه، ولازم نهدي الوضع شوية، ده مؤقتا بس. يعني دي آخرة خدمة البلد يا باشا؟ اعتبرها أجازة يا أخي، حد قال لك هيتخصم من مرتبك جنيه؟ يا باشا مش فكرة مرتب، أنا أتعلم عليا. الواد اللي عمل حملة تطهير الداخلية على الفيسبوك ده والثورجية اللي معاه مش سهلين، العيال مركزة معانا قوي، وأنت أول اسم على القايمة بتاعته. يعني أنا بقى أول واحد أضحي، أنا كبش الفدا يعني، وده ما هو قاعد في المستشفى بين الحياة والموت. بس العيال اللي معاه مولعين الدنيا مظاهرات، وعموما عشان أريحك ده مش رأيي، ده رأي المجلس، هو عايزنا نهدي. هو الواد ده يعرفك منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا دكتور. ازاي الحال ليلى؟ مفيش جديد، كله تمام. مفيش أي حاجة ممكن نعملها يا دكتور؟ يعني سفر بره، علاج، أي حاجة. ما هو أكيد في حل. مفيش حاجة ممكن تتعمل أحسن من هنا. المهم دلوقتي ولازم تعرفوه، مرضى الغيبوبة بيحتاجوا لتنشيط المخ وتنشيط الذاكرة. كلموه، اقروا له، احكوا له ذكرياته، شغلوا قرآن زي ما انتوا عاملين. هايل. المخ زي أي عضلة في الجسم، لو ما استخدمناهاش بتضمر وتضعف. احنا مش عايزينه يصحى فاقد للذاكرة. ربنا يقومك بالسلامة يا حسام يا ابني، ويفرح قلوبنا بشفاك. حسام طول عمره حنين، عمره ما غلبني لا أنا ولا والدته، ولا عجزنا بطلبات كتير. عاقل وواعي من يومه، ولسانه زي الشهد. حسام طول عمره مشغول بغيره، حتى في مذكراته بيهتم بأصحابه والبلد أكتر ما يهتم بنفسه. يكتب من أيام ثانوي في الأجندات دي، أنا قريت له منهم النهارده زي ما الدكتور قال، يمكن تساعد. أكيد هتساعد إن شاء الله. طيب هو بيحب يسمع إيه عشان نشغله زي ما أنتوا بتعملوا؟ هو بيحب القديم يا بنتي. أيوة القديم، خصوصا محمد قنديل أغنية 3 سلامات. وكمان محمد فوزي. ربنا يقومه لكم بالسلامة. والله يا بنتي الودي ما فرقهوش لحظة واحدة. يعني انت هتعملي اكتر من اللي انا هعمله. طمني يا حسام في عينينا لحد ما يقوم لك على رجله بالسلامة. ربنا يحرسك يا بنتي ويوقف لك ولاد الحلال. طمني يا ست الكل، ربنا يخليكي. ان شاء الله انت كده تقعدي في البيت وتدعي لنا، وربنا عمره ما هيزعل ام حلوه زيك كده ابدا. ما تقلقيش. ايه هتقولي لها ايه تاني؟ الله،
سيبها تشوف شغلها. يلا 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 يا ام حسام، يلا. بس أنا مش هستسلم لخوفي، مش هبقى جبان. أخاف إزاي؟ الحق اسم من أسماء الله الحسنى. تعالي عندك ليلى، تعملي ايه عندك يا بنتي؟ العمر قايل لها عم صالح حجز صناتهم عشان أخروا العجل. كانت أيام كنت رشيق زيك كده، وبتشقلب واركب عجلة وبتناش كمان. ليه يا خالد؟ هو حسام برضو بتاع التسويق من المدرسة؟ قررت اللجنة إغلاق التحقيق ورد اعتبار الضباط الموقوفين على ذمتها وعودتهم إلى مناصبهم، وعلى رأسهم اللواء سمير المنياوي. دكتور محمد، ايوه يا سمية. في حد عايز حضرتك في المكتب. مين ده؟ معرفش. مش تقول لي اهلا وسهلا؟ هو حضرتك قصدك تسأل على حسام مدحت؟ هو في غيره؟ طبعا حسام. حضرتك على فكرة ممكن تشوف المريض بنفسك. لا شفته في طريقتي خلاص، بتعرف نفسك. هو معلش في سؤال يعني، حسام عمل ايه او كان عمل ايه؟ عمل ايه؟ حسام متهم بقضية باستخدام العنف ضد الشرطة، ده غير ان هو صاحب دعوة النزول لمحمد محمود، ده غير ان التحقيقات اثبتت ان هو بيتعامل مع جهات اجنبية لتصعيد الموقف ضد الدولة. بس الواد غلبان قوي واهله ناس طيبين. بقول لك التحقيقات اثبتت، ده حتى زمايلي شهدوا عليه. لا يبقى التهمة فعلا ثابتة عليه، تهمة صح يعني. هو ده الكلام، برافو عليك. هو انا بس عمري ما سمعت الحقيقة عن قضية محمد محمود دي، وبعدين دي حكاية قديمة جدا. البلد كانت متبهدله يا دكتور، وانا اوكل الي بان انا افتح الملفات القديمه واقسم لك ان اي واحد غلط هيتحاسب حساب الملكين. في نظام مش فوضى. طبعا لا ما هتبقى فوضى صحيح. ايوه، عايزينك تهتم بيه، ولما يبقى كويس تقول لنا. ده كارتي، يا ريت تتصل بيا وتسمعني اخبار حلوه. على فكره صحيح، مصطفى ابنك عامل ايه؟ ابني؟ ما شاء الله، ده واخد امتيازات في كل المواد. يلا بقى شد حلو عشان يبقى معيد كده او وكيل نيابه، مش كده ولا ايه يا دكتور؟ اوكي يا دكتور، مبروك مقدما. مبروك لابنك. سلام.
القرار قراركم دلوقتي. 8 سنين وقت كتير، وكل ما الوقت بيفوت الأمل بيقل. طبعا انتوا عرفتوا التأمين بطل يدفع، وأكيد التكاليف يعني. لا 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 يا دكتور، أنا وأمه مش هنفقد الأمل أبدا. الحمد لله، الحمد لله مستورين. أنا هبيع كل اللي حالتنا، إن شاء الله أمشي أشحت في الشوارع. ربنا يعينكم. أنا بس حبيت أكون صريح معاكم. احنا متمسكين بالامل وربنا كبير. ونعم بالله. ليلى عايزك لو سمحتي. ليلى بصي، أنا عايزك تهتمي بحالة حسام ده بشكل إنساني مش بس مهني. وأي تطور يحصل في حالته لازم تبلغيني على طول. لو أنا مش موجود اتصلي بيا، ابعتي رسالة على الموبايل، المهم أعرف قبل أي حد. حاضر، بس ممكن اعرف اشمعنى الحاله دي بالذات؟ مش هقدر أقول لك كل حاجة دلوقتي، المهم إنك تعرفي إن في أمانة كبيرة أوي على كتافنا، وأنا عارف إنك قد المسؤولية. اهلا اهلا اهلا. كفاره يا حاج علاء، تصدق فرحت لك قوي. لا لا، المناسبه العظيمه دي لازم تاخد لك بسكوت عليها. اتفضل. يا اخي في ناس كده بحبهم قوي، عشره عمر بقى. ايه يا بطل، ايه رايك في الثوره بقى؟ أنهي ثورة فيهم يا باشا؟ يا راجل، ما انت عارف انها ثوره واحده بس. ناوي تعمل ايه لما تخرج؟ خارج أكمل طبعا. برافو، انا احب الناس الدغري الصرحه كده، عشان كده هكتب لك خروج فورا. بس ما تقلقش، انت راجع لنا تاني. ها والله يا باشا أنا عن نفسي أتمنى أقعد بره على قد ما أقدر. أوعدك إني أحاول أقعد ساكت، ووقت الكلام يصير ويجي. على العموم ارجو انك تكون انبسطت معانا كام سنه دي، بس احنا حواليك في كل مكان، ما تقلقش. أيوه، أهلا 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 أهلا. لا طبعا فاكرك يا فندم، سمير بيه. أهلا وسهلا. لا والله ما فيش تحسن، عارف يا فندم. طبعا أي حاجة جديدة هتوصل لك. طبعا يا فندم، طبعا. حاضر، في أمان الله. سلامة. انا عملت لك قهوه تشرب؟ اشرب. اتفضل. بالحق أنا كلمت الحاج سليم عشان يشوف لنا مشتري لحتة الأرض اللي في البلد. معلش أصل مصاريف المستشفى بقت كتيرة قوي. طب بقول لك ايه، ما بتبيع الدهب بتاعي وتخلي الارض بعدين. دهب ايه بس؟ دهب كله على بعضه ما يكفيش مصاريف شهرين. بقول لك مصاريف المستشفى بقت كتيرة قوي قوي قوي.
يسألونني لماذا ليس لدي حبيبة. ولكنهم لا يعلمون أني أحب. أحب بلدي وشوارعها. صوت أم كلثوم بيتسرب من شبابيك بيوتها الحزينة. يوم أن أحب امرأة ستكون لها ملامح بلدي، تحلم معي بغد أفضل. وحتى أجد هذه الفتاة سأقاوم حتى أحضر لها ولأبنائنا وطنا آمن عليهم فيه. أنا الآن ذاهب إلى مقر القمع الأول في بلدي، وزارة الداخلية، شارع محمد محمود. يتبع. السيد المحترم حسام، الظروف سمحت لي إني أقرأ مذكراتك اللي كتبتها لحد ما سبتنا وغبت عن عالمنا. أنا مين؟ أنا معجبة. مذكراتك وشخصيتك اللي شفتها في كتاباتك وفي وشوش أهلك وصحابك أو اللي بقي منهم. وعشان كده قررت إني أبقى مرايتك وأكمل لك كل اللي فاتك وقت غيابك علشان تقراها لما ترجع. برحب بكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم مرة تانية ومعي ومعكم على الهواء مباشرة ضيوفي وضيوفكم الكرام. نرحب بسيادة النائب سامي الخولي. برحب بحضرتك سيادة النائب. اهلا وسهلا. اهلا بك. وايضا معي استاذ العلوم السياسية الدكتور معتز عبد العليم. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دكتور سيادة النائب، يعني انتم من اكثر واوائل الناشطين السياسيين اللي لكم دور مهم جدا، وكنتوا اكثر الناس حماسة لثورة يناير. مؤامرة يناير. مؤامرة يناير من فضلك. مؤامرة يناير؟ بالفعل مؤامرة يناير. احنا كنا في يناير كنا للأسف متغمين وبننفذ خطة مش عارفين أبعادها. لكن الحمد لله دلوقتي فوقنا وصلحنا غلطتنا في ثورة 30/6. طيب، بذكر ثورة 30/6 واللي حصل من تغيير، سيادة النائب هل ترى أن مصر أفضل، مصر أحسن، مصر فيها ازدهار، رحل التنمية، رحل الازدهار في ظل عهد السيد الرئيس؟ والله شوف، عايزين نتفق على حاجة قولا واحدا: لا يوجد تنمية بدون استقرار. تمام. واللي حصل قبل كده وللأسف إني كنت جزء منه، ده كان تهديد للاستقرار ده. الدول بين قوسين، الدول بدون مؤسسات أمنية وعسكرية قوية بتقع وتنهار. أنت تقصد في طيات كلامك كده تتحدث عن سوريا، عن العراق، عن ما حدث في اليمن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هما بقوا زي كده. سبحان مقلب القلوب. تخيلي بيقولوا كده هم عارفين ان حسام صديقهم وحبيبهم في غيبوبة من سنين. حسبي الله ونعم الوكيل. أفكار التغيير والحرية. لكن اللي مننا فاق وأدرك الحقيقة والواقع عرف إننا كنا بندمر بلدنا وبندفعها بإيدينا للفوضى. والله أنا شخصيا رأيي إن حقوق الإنسان ده هو حصان طروادة اللي بيخش منه المحتل ده. لا تحدثني عن حقوق إنسان مع إرهابيين وأجندات أجنبية تسعى لتدميره.
ليلى فين؟ هتكون فين يعني زي العادة؟ هنشوف اخرتها ايه. ايه يا ليلى؟ اخبار السقيس ايه؟ بطلي غلاسة يا بنت. بكلمك بجد. انت لازقه ليه هنا كده على طول؟ يعني ايه مش شغلي؟ يا عيني على الشغل. انت حبيتي الحالة ولا ايه؟ ده شغل سينما كده. اولا اسمه حسام، ثانيا انا مش هخبي عليكي، يعني انا يمكن اتعلقت بيه. انت عارفه ان انا طول عمري بقرا عن الحب والرومانسيه، بس عمري ما قريت عن حاجه شبه كده. انا عمري ما كلمت ولا سمعت صوته، بس حاسه زي ما يكون كده وحكى لي عن نفسه. انا من كتر ما قريت مذكراته اتعلقت بيه. مذكراته دي بيكتبها من ثانوي، ده مش بعيد انت كمان لو قريتيها ممكن تحبيه. والله العظيم اجيب لك سيد. بلا سيد بلا بتاع. حسام ده شخص مش عادي. احلامه، افكاره، قيمه، شخص مش عادي ابدا. ده بيكتب عن ألمه وعن حزنه عن الناس، وازاي انهم بيستحقوا الافضل. حد مش اناني ابدا. انا همشي معاكي ان كل اللي انت بتقوليه ده صح، بس ده لو فاق يا حبيبتي. قصدي ما يفوق باذن الله. مين قالك انه هيبص لك يا ليلى؟ ليلى اللي قدك بقى عندهم بدل العيل 2 و3. يا ستي مفيش حاجه مضمونه، اديني بحلم وخلاص. مامته اللي ادتك المذكرات دي؟ كده مامتك اشتركت في الجريمه رسمي. قوم بقى وتدبس في احلى جوازه. ماشي بالظبط. اتفضل شاي. شكرا يا خالد. كفاره يا صاحبي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بس بصراحه انا مش جاي عشان نقعد نتكلم في اللي فات، ولا عشان نقعد نمصمص شفايفنا. مش فاهم. يعني هنعمل ايه يا خالد؟ هنعمل ايه في ايه علاء؟ هنعمل ايه في البلد اللي ضاعت والثوره اللي اتسرقت مننا؟ ما تهدى يا علاء، احنا ما صدقنا انك خرجت بالسلامه. بلاش مشاكل. مشاكل؟ وهكون فاكر ان السجن ده هيوقفنا ولا هيخوفنا؟ لا طبعا، احنا لازم نكمل. انا بصراحه ما عنديش طاقه اكمل، ولا حتى اضحي عشان خاطر حد يا صاحبي. يعني بيت زي معتز وسامي. الله يسامحك. انت عارف ان انا عمري ما كنت كده علاء، بس الوضع اتغير، مبقاش في امل. الامل هيفضل موجود طول ما احنا موجودين. متشكر على الضيافه يا صاحبي. طب ما تقعد شويه يا حبيبي. طب اشرب الشاي. اشربه انت. تأخرت عليك؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ معلش اصل الكوافير كان زحمه شويه. تصدقي انا غلطان اللي جيت عشان اخدك. وهون عليك اروح البيت لوحدي دلوقتي. ربنا يتوب علينا من شفتها بالليل دي. يبقى نفسي كده ارجع البيت في يوم الاقيكي عامله لي اكله حلوه ترم العظم. ما انا كمان نفسي، يعني هو بمزاجي. وبعدين ما كان على قلبك زي العسل، كنت الاقيك ايام الخطوبه عيد لي قبل ما الشفت يخلص بساعه. ايام وراحت لحال سبيلها. ده انت كئيب يا سيد. انا غلطانه ان انا بلم لك جمعيه. يلا يا حبيبي يلا. اهلا يا فندم. انا حابب بس ابلغك حاجه ممكن تكون مش لطيفه يعني. فاتوره المستشفى متراكمه على حسام، وعيلته مش قادره تدبر المصاريف، فاداره المستشفى قررت انها تفصل عنه الاجهزه نهايه الشهر ده. لكن اذا حضرتك يهمك حياته فعلا زي ما انا فاهم، فممكن تبلغ اداره المستشفى انكم هتكملوا علاجه على نفقه الدوله. ساعتها ممكن يبقى في امل. أنا جبتك مكتبي عشان نتكلم براحتنا لوحدنا. ممكن أصل الكلام اللي هقوله لك ده يكون قاسي على أمه. فاتورة المستشفى تقلت أوي، وقت بيعدي وكده كده الأمل بيقل.
أنا بكلمك من الأب الأب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت عملت اللي عليك وزيادة. هتعمل إيه تاني؟ فكر وخد قرارك. قدامك لآخر الشهر. حسام، حسام، مش عايز ترد عليا؟ مش عايز ترد على ابوك؟ طب بلاش ما تردش. بس انا عارف انك طول عمرك جدع، عشان كده هطلب منك طلب واحد بس، انك تساعدني. ساعدني يا ابني. انا استويت وامك كمان استوت. طب اديني اشارة واحدة بس وانا افديك بعمري. اشارة انك ممكن تتكلم. ما هو مش معقول وافق على انهم يمنعوا النفس عنك. عن مين؟ عن ابني؟ مين يقبل كده يا عالم؟ استغفر الله العظيم. اختبار صعب أوي يا رب، اختبار صعب أوي. فاكر يا حسام؟ طب أفكرك بحاجة حلوة. فاكر لما خدتني أنا وأمك ورحنا اسكندرية عشان نحتفل بأول عربية اشتريتها؟ رحنا عند الشيخ وفيه، فاكر؟ وطلبنا رز بلبن، وأنا بحب الرز بلبن بالقشطة بالعسل بالمكسرات، وآكل. أمك تقول لي كفاية، هتموت نفسك، أنت عندك السكر. أنت يا حبيب قلبي تقول لها سيبيه ياكل، يموت ولا أكتر. كل يا دوحة وانبسط. كلمتك بترن في ودني دلوقتي. يا رب رجعها لي تاني يا رب، يا رب. وحشتني يا ابني، وحشتني.
ينفعش تسيبه يموت كده. صوتك ما يعلاش يا بنتي، دي مستشفى مش هتعالج مريض ببلاش، وبعدين دي مستشفى خاص. طيب حضرتك انا ممكن اساعد بجزء من الفلوس. بس اللي هتساعدي بيها بس، وبعدين ده مش قرارك، ده قرار اسرته. ليلى ما تحاربيش توحين الهوى. بس الو. ايوه استاذ خالد. معلش انا كنت عايزه حضرتك في موضوع مهم، بس ممكن قبل كده تبعت لي باقي ارقام المجموعه؟ ماشي شكرا. أنا متشكرة قوي إنكم جيتوا النهاردة. معلش أنا آسفة إني معرفتش معظمكم إنه الباقي جايين، بس فعلا ما كانش في وقت للترتيب. حسام بقيله أيام قليلة معانا، وأنا شفت إنه يستحق إننا نكون كلنا حواليه. أستاذ سامي، حسام كاتب عنك كلام جميل جدا في مذكراته، ممكن تحكي له آخر أخبارك؟ الحمد لله ماشي. سامي بيه دلوقتي عضو مجلس الشعب واحد ابرز قيادات ثوره 30 يونيو المجيده. أستاذ معتز، ممكن تقول له طب تعمل إيه دلوقتي؟ أنا الحمد لله خدت الدكتوراه وبقيت محامي نقد. واحد من اهم مدافعين عن حقوق الانسان وقضايا الحريات. معلش يا علاء بيه، ادينا بناكل عيش. لا يا سيدي ما اقصدش، ربنا يوفقك. طب واخبار باقي الشله ايه؟ ما عادش فيه اخبار خلاص. غادة ماتت يا حسام، اتقتلت. الشرطة قتلتها في ذكرى الثورة الثالثة، الثورة اللي اتقتلت معاها. اتقتلت عشان أصحاب الميدان اللي خدوا الحلم والعيش والملح. ما كانش حلم علاء، دي كانت خيال. ازاي بقى يا سيادة النائب؟ احنا في يناير ما كناش عارفين احنا واقفين فين. طلعنا فوق في السماء، احنا اساسا تحت الارض. اللي عايز يحل مشاكل الناس بجد يدور على مشاكلهم الحقيقيه، ياكل ويشرب 100 مليون بني ادم، يوجد لهم فرص عمل، يحل مشاكلهم اللي بجد. كمل ويبقى نائب في البرلمان ويعمل احلى سبوبه. نعم الساك زي ما انت يا علاء، نفس العجرفه ونفس التعالي المريض، براند لا شيء، لا بتشتغل ولا بتتحرك، تنظير وبس. صح، انا ما بشتغلش فعلا، بس ليه؟ عشان لسه خارج من السجن. انت مش كتبت عني اني عنصر اثاري؟ بقول لك ايه، الجورنال مش بتاع ابويا، انا ما بكتبش كلمه واحده من دماغي. بس ممكن تستقيل بشرفك وكرامتك. اقعدوا انتوا كده نظروا على الناس واحتقروه. الجهل مسيطر على الناس وانتوا كرهتوهم في اي ثوره او تغيير. يا اخي والله ما حد كره الناس في عيشتها غير غبائكم ومراهقتكم. الغباء ده انت اتمليتوا بيه وبعد كده بدأتوا تصدروه للناس. لا ده انت اسهر السجن ما ربكش ومحتاج تاخد على دماغك بالجزم. انت اللي تستاهل الضرب بالجزمه، انت نسيت اصلك ولا يا سيدي؟ احترم نفسك. ايه ده؟ انت متأكدة انه فتح عينيه ولا بيتهيألك؟ ايوه يا دكتور والله العظيم انا شفته، يعني لما فتح عينيه كلنا شفناه. ايوه فعلا يا دكتور. بس انا مش شايف اي تغيير في الحالة، انما لو كان فاتح عينيه فعلا يبقى لسه في امل. يا رب يا رب ما تخذلناش يا رب، ده احنا ملناش غيرك. انا عارفه انك سمعني،
أنت الشافي، أنت الشافي وأنت المعافي يا رب. 8 سنين وأنا بكلمك، أكيد سمعني. يا من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. حسام اللي في المذكرات دي مش ضعيف، عمره ما استسلم. يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن شاء الله هتفوق عشانهم يكرهوك، عشان الناس اللي شايفة فيك الأمل اللي غنى. عشان أنا فين؟ ال8 سنين عدوا فعلا. أنا بحلم ولا بتهزروا معايا؟ ده هيبقى هزار تقيل قوي يا ابني، بس هي دي الحقيقة. أنا مش فاكر حاجة، مش فاكر غير العسكري اللي خبطني على دماغي. إيه اللي حصل في ال8 سنين دول؟ اللي حصل يا ابني انك انت لازم تنام تستريح. دول 8 سنين مش لعبة. أنام؟ نمت كتير أوي يا بابا، نمت ال8 سنين قدام. الدكتور قال إنه لازم تستريح دلوقتي عشان الإجهاد مش مناسب ليك، وشوية شوية هتفتكر كل حاجة وهتعرف كل اللي فاتك. ايوه صح، معاك حق. يلا يا ابو حسام، يلا نسيبه يستريح شوية. عن اذنك يا حبيبي. أستاذة ليلى، أيوه. أنا كنت عايز أشكرك على كل اللي عملتيه معايا. اللي بابا وماما حكولي يقول إن اللي يعمل كده أكيد حد أصيل ومعدنه طيب. ما تقولش كده، أنا بس كنت بعمل واجبي. الحمد لله على سلامتك. ليلى يا بنتي، انت عملتي انجاز، واعتقد ده كان السبب الرئيسي في النفاق. ازاي يعني؟ وانا عملت ايه بالظبط؟ انا عملت كتير. التحفيز الصوتي لما يكون من ناس قريبه من المريض ومن قلب المريض ده بيساعد على تحسن حالته بشكل سريع. كمان الصدمه والجو الانفعالي اللي كان غصب عنك اللي حصل قدامه ده حفز خلايا العصبيه ومستودع الذكريات. الحكايه دي على فكره بتبقى نادره، وانا نفسي ما كنتش مصدق انها تعمل فرق كده. بس الموضوع لسه ما خلصش. واضح ان النهايات السعيده بتبقى في الروايات بس. ليه بتقول كده يعني؟ ايه اللي حصل؟ حسام مطلوب على ذمه قضيه سياسيه كبيره، والقضيه هتتفتح لو هو فاق. طب خلاص، ما حدش يعرف انه فاق. يعني ايه اللي هيعرفه انه فاق؟ ضابط امن دوله كبير جالي هنا بورده وقال لي انه هو اللي ماسك القضيه بنفسه، وانه له عيون في كل مكان، يعني هنا برضه في المستشفى. يعني كده كده هيعرف، ولو عرف ما اضمنش ممكن يجي لي المره الجايه بشجره. بصي، انا عارف ان انت مهتمه بيه بشكل شخصي، عشان كده انا ما اثقش في حد غيرك يا ليلى. ارجوكي اوعي حد يعرف انه فاق. تمام. ليلى، ما روحتيش ليه؟ ليلى؟ ايوه. ما روحتيش ليه؟
خلاص خلصت يعني كمان شويه ربع. تمام. تعال اقول لك. بص هو انا عارفه ان انت ملانخوليا، بس ما كنتش متخيله ان امه مفوته كمان كده. ليه؟ سالتني عليك. ليه يا شيخ قالت لك؟ يعني عارفه حاجات الامهات اللي بتسال كده لابنها على العروسه في فرح؟ بالظبط كده. انبسطي بقى. اللي حصل في الثمان سنين عن بحلم ولا بتهزروا؟ دكتور قال انه لازم تستريح. بس هي دي الحقيقة. والله فيكم الخير يا شباب. كويس انكم جيتوا. في حاجات كتير قوي عايز اعرفها منكم. هو ليه كل ما اسال حد على اللي حصل في ال8 سنين دول ما يردش عليا؟ النهارده الصبح كانوا مشغلين التلفزيون، شفت خطاب رئيس الجمهورية الجديد، بس لقيته بيقول كلام قال 100 مرة من كلام مبارك. ترد عليا يا علاء؟ طب رد انت خالد. فين غدا؟ فين معتز وسامي؟ دلوقتي بس هقدر أسأل نفسي السؤال اللي كنت مستحيل أسأله قبل كده. يا ترى كانت مستاهلة كل ده؟ يا ترى دم غادر حاضر؟ يا ترى أصحاب الميدان باعوا دم أصحابهم بالسهولة دي؟ خلاص كده الحلم راح. الثورة راحت. يا خسارة. انا جبتكم هنا بعيد عن المكاتب والرسميات. انتوا قعدتوا مع علاء وخالد؟ يا فندم. بس ما تقاطعنيش. اسمعوا بقى، انا ما بحبش الشغل ده. اللعب على الونجين ما يعجبنيش، يا ابيض يا اسود. يا فندم ما تقاطعنيش. الاولاد المغرر بيهم دول احنا عارفين الجهات اللي وراهم، واللي وراهم ومش هنسيبهم. الدور الباقي عليكم انتوا. مع مين؟ معاكم طبعا يا فندم. هي دي عايزه سؤال؟ وبعدين دي كانت زياره انسانيه يعني. انا مش عايز شغل الحلفطه دي بقى. احنا بينا اتفاق، وانتوا عارفين اللي اوله شرط اخره نور، واللي بيخل بالاتفاق يحصل له ايه؟ ها؟ ما تبقاش شغال في بيت دعاره وبعد كده تروح تعمل لي عمره. ما تركبش، مش كده؟ انتوا عارفين انه فاق؟ مين ده يا فندم؟ حسام. عشان كده انا هفتح القضيه من جديد وهجيبكم شهود او متهمين زي ما انتوا عايزين. سمير بيه اذا سمحت لي. اتفضل. مش موضوع القضيه ده مات من زمان؟ مات؟ يا ابني احنا اللي بنموت ونحيي، احنا اللي بنقفل ونفتح، احنا اللي بنكتب التاريخ وبيتوثق بحكم محكمه، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. احنا ما عندناش ابطال. حسام عمره ما هيبقى بطل. فاهمني؟ مفهوم يا فندم. تعجبوني. خدوا ده بقى. سيبوني يا بني. طب معلش انا كان في عندي سؤال كده. اتفضل. وانت في الغيبوبة يعني كنت بتسمعني؟ قصدي يعني كنت بتسمع اللي حواليك؟ بصي بصراحة مش فاكر، بس من أول ما فقت وشفتك
وانا حسيت ان انا اعرفك من زمان. حسيت انك مني. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ لا ابدا، بس يعني الحكايه من كتر غرابتها ساعات بحس انها خيال. عارف، انا ما كانش عندي اي شك انك هتفوق، بس كنت بفكر دايما يعني هتبقى شايفني ازاي. على فكرة انا قريت بقية مذكراتي. انت فعلا كنت مرايتي للفترة اللي فاتت من حياتي. قلت حضرتك ان الحاله دلوقتي غير مسموح الكلام معاها خالص، وانا مقدر على فكره مسؤوليتك وواجبك، بس انا حاليا الحاله دي هي مسؤوليتي وواجبي ان احافظ عليها لحد ما تتحسن وتبقى تحت امر حضرتك. مش فاهم. مش فاهم. بس الشأن العام ده انا عايزك تسيبه. تعرف ليه؟ لما تخرج من هنا هتلاقي الناس رايحه سينما وتقول نكت وتضحك، واد واخد البت بتاعته هيصه هيصه هيصه. البلد ممسوكه بايد الحديد، صدقني مش هتعمل حاجه. ما بدهمش لحد يا باشا. انا لو خرجت من هنا اوعدك مش هبقى ورايا شغل غير ان احاسبك انت واللي زيك. انت مش هتطلع من هنا الا وانت عجوز او على القبر. معلش انا هسيبك دلوقتي يا عيد ميلاد ابني، بس راجع لك تاني. قلبي معاك. ماهر خلي بالك منه ما تتجننش، فاهم؟ كان مالي ومال المصايب دي؟ لبستوني وعلى اسمه سامي المنياوي ده، بعدين انا مش ممكن اجيب مصطفى ابني واصدره قدام القطر. حضرتك بتقول حاجه؟ ما بقولش. خدي بالك مش هقدر افرمل الجدع ده اكتر من كده، ربنا يستر ما يدوسنيش هو ويفرمل الاول. ما تقلقش ان شاء الله هنلاقي حل. لا نلاقي، لا تلاقي انت لوحدك ممكن. انا كفايه عليا قوي لحد كده. الراجل ده ما اتضمنش، اول مره اجيب ورده، تاني مره اجيب شجره، مش بعيد المره الجايه اجيب الجنينه كلها ويزرعنا فيها. اهدى كده لما يجوا ومش طالبه دوشه. ايه يا خالد، خير في ايه؟ يا عم اقعد يا عم اقعد وخد نفسك كده، احنا جايين مكان اخر الدنيا عشانك. بقول لك يا علاء، انا متراقب طول الوقت، فيا ريت ننجز. يعني احنا اللي متراقبين؟ صلوا على النبي يا جماعه واهدوا كده. استاذ سامي فين؟ تليفونه مقفول وبعت له رساله. اتفضلوا. اسمع يا معتز، سيبوكم من كل الاختلافات اللي بيننا. ده حسام صاحبنا يا معتز، ولازم نحس اتجاهه بالمسؤوليه، لازم نعمل له حاجه. يا جماعه افهموني افهموني، والله العظيم انا ما اقدر اعمل حاجه. ولعلمكم بقى احنا متهددين من قياده كبيره في الداخليه، لو بس قربنا من حد فيكم. مين؟ سمير المنياوي؟ انت عرفت منين؟ مش مهم انا عرفت منين، المهم دلوقتي احنا لازم نلاقي طريقه عشان نعرف ننقذ بيها حسام. ادي يا سيدي كل اللي حصل. وانت ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ والله يا سامي انا بين نارين. اللي بيني وبين حسام مش قليل برضه، بس علي بيقول لي لو اتلطينا في القصه دي يا معلم هنلبس في الحيط. ولا انت ايه رايك؟ والله يا اخي نفس الحيره اللي عندي، بس في حته كده جوايا بتقول لي ان احنا لازم نحط على المنياوي ده اللي لسه بيعملنا زي الحشرات ومستعد يدوس علينا في اي لحظه لحد دلوقتي. بس ده برضه تفكير من بتاع زمان اللي ما ياكلش عيش. الصح دلوقتي نبلغ المنياوي ان العيال دي هتحاول تهرب حسام من المستشفى، وهم كده كده مش هيعرفوا يعملوا اي حاجه. حيرتني معاك يا سامي. يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ بص احنا نروح دلوقتي نفكر وبكره نبقى نتكلم. تمام. سلام. يا ليلى اللي انت بتطلبيه ده شيء خيالي، ده شبه مستحيل تقريبا. انا واثقه ان حد في مركزك ومعارفك يقدر يعمل حاجه. هو مركزي ومعارفي دول هم اكبر عائق يمنعني ان انا اقعد حتى معاكي دلوقتي. طب خلاص براحتك، بس لو سمحت ما دمت قررت انك ما تساعدناش فعلى الاقل ما تاذيناش. ده على اساس ان انا الشيطان اللي في الشله مش كده؟
انا ما اقصدش كده طبعا. لا قصدت يا ليلى. خالد وعلاء ملايكة، انما انا بقى المخبر اللي ببلغ عنهم كل اخبارهم. على فكرة بقى، سمير المنياوي كان عارف ليلة ما حسام فات وبلغنا ده بشكل واضح، ولا انا ولا معتز كان عندنا اي فكرة عن الموضوع ساعتها. ازاي؟ مستحيل الكلام اللي انت بتقوله ده. شوفي بقى مين وسطيكوا بيبلغ اخباركم لسمير المنياوي اول باول. طب لو سمحت ارجوكم، يعني فعلا انا مش عارفه اروح لمين، مش عارفه اعمل ايه. انت الوحيد اللي ممكن تساعدني. لو سمحت فكر تاني. طب على الاقل ممكن تشوف حسام كان كاتب عنك ايه، كان شايفك ازاي. أما سامي فهو البراءة نفسها. كيف أصف سامي بالكلمات وهي لا تفيه حقا؟ وهو ضميرنا وروحنا الوثاق، لا يرضى بأنصاف الحلول ولا يريد إلا الحق. سامي هو الذي تجده سندك وظهيرك، فأنت آخر الباحثين عن المغاني. هو ضميرنا وأول المتقدمين عند التضحيات. يا معلم، كنت بتخانق مع مين كده؟ لا ما تشغلش بالك، بسيط. حسام انا عايز اسألك سؤال. انت شايفني ازاي؟ أكيد اتصدمت. سامي أكتر واحد فينا ثورية وراديكالية. سامي اللي كان عايش لمبادئه بس، دلوقتي بقى بيخدم نظام أسوأ من اللي صار عليه. استنى، على فكرة ده ما يمنعش أبدا إني لسه بحترمك. الدنيا كلها كانت متلخبطة، ويمكن الخوف أو الشعور بالذنب أو حتى الطمع، كل دي حاجات نابعة من ضعف إنساني موجود جوانا كلنا. تعرف، كل ما بلاقي نفسي هحكم عليك أو على معتز، بقول لنفسي لو كنت مكانكم ومريت باللي انتوا مريتوا بيه، مين كان عارف كنت ممكن أعمل إيه؟ على فكرة أنا لسه متمسك بمعتز وسامي صحابي وحبايبي اللي أنا واثق من معدنهم مهما حصل. أنا بعت القضية يا حسام، بعت القضية وبعت الناس. بعت أصحابي عن سبق إصرار وترصد. بس عايز أقول لك على حاجة. بالرغم من أي حاجة ممكن تحصل، أنت أكتر إنسان نظيف ونقي أنا عرفته في حياتي كلها. حقك عليا يا صاحبي.
في واحد من اصحابه هنا. سامي. حاضر، هقول لحضرتك التفاصيل. حاضر، مع السلامه. انت يا سميه؟ دي اخر حد كان ممكن اتوقع انه يعمل. استني كده، عندي شغل. تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا، ردي عليا. تعالي هنا بقول لك، اقفي كلميني. صاحبتي اللي كلنا مع بعض عيش وملح. انت يا سميه تدخليني شكيت في طوب الارض اللي انت عملتي كده ليه؟ عملتي كده ليه؟ طيب ايوه يا ست، انا خاينه. انا لما بتاع امن الدوله يجي يقول لي هاتي الاخبار، اقول له لا، شوف لك حد غيري، اصل انا بنت برمديله يا ليلى. هو انا لو ما كنتش جبت له الاخبار ما كانش هيعرف، وربنا هيعرف، بس مش هيلومني غير على القليله ان اترمى لو جوزي. وبعدين كنت بجيب اخبار واحد ميت، كنت اعرف انه هيصحى. انت لا عايزه تعاقبيني على اللي عملته، مش هيبقى اكتر من قرفي وخوفي من نفسي. طب كنت قوليلي، انا صاحبتك، انا طول عمري سري معاكي، انت عارفه دبة النمله في حياتي. خفت. انا اسفه يا ليلى، انا غلطانه والله، مكسوفه وغلطانه لك، بس لو عندك اي حاجه عايزه تقوليها بالله عليكي وفريها. انا قلت كل حاجه لنفسي مليون مره. ازيك يا سامي؟ فكرت. وصلت ليه؟ انا مع العقل يا سامي. بالمنطق كده حسام لسه زي ما هو، والناس كلها بتحاسب الصور على المشاريب، مش كده ولا ايه؟ للأسف مفيش قدامنا غير كده، مش هنقدر نساعده. دي رقبتنا يا معتز. بس احنا كده مش بنخون صاحبنا. نخون صاحبنا ولا نخون بلدنا؟ معك حق. حاول تاني يا دكتور، معلش معلش، حاول تاني يا دكتور. حسام ما تسيبنيش، حسام فوق عشان خاطري، عشان خاطري يا دكتور، حاول مرة تانية كمان يا دكتور. الناس بتتغير صحيح، بس هتفضل بذرة الخير موجودة جواهم. لو سقيت البذرة دي كويس هتلاقيهم موجودين جنبك زي زمان. ايوه يا ليلى. الانسان لو لغى تاريخه مش هيكون له مستقبل. حسام محتاج ظهر، محتاج صحابه زي ما كانوا قبل ما يغيب، مصرين يستجوبوه. عشان كده انا بقول لك عشان تتصرفي. اتصرف ازاي يعني؟ اعمل انا؟ يعني تجهزي المريض. ما تخافيش، شايف شو. جواز سفر جديد باسم جديد. خيبت الظن فيك يا سامي. ينفع كده برضه؟ بقى دي حركه؟ وقعت قلبنا من كل الله. الباسبور عليه تأشيرة الألماني، دي تذكرة الطيران. انت فعلا فاجئتني، ما كنتش متوقعه انك ممكن تعمل كل ده. أولا البركة فيكم انتوا، أنا ما عملتش أي حاجة غير الجزء السهل في الموضوع. ثانيا بقى
من 10 الأول. وانا يا سيدي رتبت لك مع حد في المانيا هيستقبلك وهيتابع معاك اجراءات العلاج. ان شاء الله لما توصل بسلامه اعمل لي توكيل وانا هخلص لكم اجراءات الجواز. الف مبروك. الله يبارك فيك. ليلى انت المفروض دلوقتي تكوني في العزاء. خالد وعلاء هيوصلوا المطار وبعدين هيحصلوك على هناك. يا جماعه عايزين كل حاجه تمشي طبيعي، ما تودوناش في ده. صحيح العمر قطر بيمشي في اتجاه واحد، سكة ملهاش رجوع، لكن كل ثانية بتعدي ممكن تكون نهاية وممكن جدا تكون بداية.